عمرك سمعت عن العيون الكبريتية؟ العيون الكبريتية هي مية سخنة بتشفي كتير من الأمراض، لدرجة إن هي بتشفي معظم الأمراض زي الأمراض الجلدية والروماتيزم والروماتايد والأمراض الصدرية وبعض أمراض العيون. طب إيه حكايتها؟ يلا بينا نعرف حكاية العيون الكبريتية، بس قبل كل حاجة اعمل لايك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. تشتهر جنوب سيناء بالعيون الكبريتية واللي بتتدفق من باطن الأرض بشكل طبيعي جدا، فهي ثروة طائلة ولكنها غير مستغلة مع إنها صالحة لعلاج الكثير من الأمراض. المياه الكبريتية دي بتحتوي على كمية عالية من غاز مهم جدا اسمه غاز كبريتيد الهيدروجين، وده ممكن نشوفه لما نفتح الحنفية ويطلع منها ريحة كده شبه ريحة البيض الفاسد، هو ده غاز كبريتيد الهيدروجين. وعندنا كتير من العيون الكبريتية زي عيون موسى، زي العيون الكبريتية اللي موجودة في راس سدر، وزي العيون الكبريتية في حمام فرعون. مع الفايدة الكبيرة اللي موجودة في المياه الكبريتية وفي الطمي كمان اللي موجود حواليها، وبتشفي كتير من الأمراض، وكمان بتعتبر جلسة جاكوزي طبيعية، إلا إنها غير مستغلة زي ما قلنا. المسؤولين عن القطاع السياحي في مصر بيقولوا إن العيون الكبريتية دي هي مستقبل السياحة في مصر، وده لأن العيون الكبريتية قادرة إنها تعمل جذب لآلاف السياحة الأجنبية من عشاق السياحة العلاجية، وده هيكون عن طريق تحويل المناطق اللي موجود فيها العيون الكبريتية إلى مشفى عالمي. فهذه المناطق بسبب عدم وجود سياحة خارجية فيها واختصارها على السياحة الداخلية، ده خلاها تفقد كتير من قيمتها العلاجية العالمية. وعلشان كده اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قام بتطوير الطرق المؤدية لواحة موسى بجبل الطير بطول 3.2 كيلو متر بتكلفة 47 مليون جنيه، وده عن طريق رصف الطرق وعمل ممشى للدراجات وعمل ممشى تاني للجري والمشي وإنارتهم، وده كله كان تمهيد لطرحه على المستثمرين لتحويل المنطقة كلها لمشفى علاجي عالمي لجذب السياحة الخارجية. أما بالنسبة للأعشاب اللي موجودة كمان حول العيون، دي كمان غير مستغلة، لأن العلاج بالأعشاب هو أقل ضررا من العلاج بالأدوية الكيماوية. ودلوقتي يلا بينا نعرف معلومات أكتر عن العيون الكبريتية. أول حاجة في العيون الكبريتية هي عيون موسى. عيون موسى ميتها بتتدفق عن طريق 5 عيون بتصب في حمام كده شبه حمام السباحة، درجة حرارة المية فيه 37 درجة مئوية، وهي قادرة على شفاء الأمراض الروماتيزمية والجلدية، حاجة كده بمثابة واحة خضراء داخل الصحراء. أما عن عيون راس سدر المهملة واللي ممكن تدخل للدولة ملايين، دي موجودة في وادي عسل واللي بتبعد عن المدينة حوالي 9 كيلو متر، درجة حرارة المية فيها حوالي 200 درجة مئوية، بتندفع من الأرض في حالة فوران، محملة برائحة الكبريت اللي محدش يقدر يستحملها وهو قريب منها. والمية هنا بتمشي في قناة طولها حوالي 100 متر، وبتصب بعد كده في منخفض عمقه 2 متر ومساحته حوالي 150 متر مربع، والمية هنا بتتدرج من السخن للسخن الدافي عند وصولها للمنخفض. أما بقى عن حمام فرعون واللي بيعتبر أهم أماكن الاستشفاء بجنوب سيناء، ده بيبعد عن نفق الشهيد أحمد حمدي حوالي 110 كيلو متر، وهو بيتكون من 15 عين بتتدفق منها المياه الساخنة من داخل المغارة. درجة الحرارة فيه بتتراوح من 55 ل 75 درجة مئوية، والمياه في حمام فرعون بتشفي من الأمراض الصدرية وأمراض العيون. فجنوب سيناء تمتلك عيون كبريتية تعتبر ثروة لا تقدر بثمن، فنتمنى استغلالها في القريب العاجل كمنبرا للسياحة العلاجية العالمية. ودي كانت حلقتنا عن العيون الكبريتية من قناة عكس التيار. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كان معكم بشوي أفلامين عكس التيار.